إخبارية محلية ودولية ونحاول. ألانت الجزائر وبشدة العدوان الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها. وتقدم الجزائر على لسان وزارة الخارجية بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين شرطة قيادة وحكومة وشعبا. وتقدم الجزائر على لسان وزارة الخارجية بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين شرطة قيادة وحكومة وشعبا. وأضاف البيان أن الجزائر تطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال. وكشفت وزارة الخارجية أن الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.